لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 63 المخلدة لمظاهرات 11 من ديسمبر 1960. هذا نصها الكامل: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنون، نحتفي بالذكرى 63 لمظاهرات 11 من ديسمبر 1960 في مرحلة متعددة الرهانات تواجهها بلادنا بإرادة مخلصة وقوية بعد استكمال المنظومة المؤسساتية، وهي رهانات نخوضها بتسخير جهود الدولة لبناء اقتصاد ناجع وتنافسي والارتقاء بالحياة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي وقال الرئيس تبون اليوم الاثنين في كلمة ألقاها الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية: مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية. إن بلادنا واجهت رهانات متعددة خضناها بإرادة قوية لاستدراك تراكمات الأوضاع. وأوضح رئيس الجمهورية إن الجزائر أطلقت ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة، إدراكا منها للعلاقة الوثيقة بين تحقيق معدلات نوعية للتنمية الاقتصادية وتعزيز السياسات الاجتماعية. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه سيتم تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.